هلا وقلبي، هلا وبنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طبعا بعد انقطاع فترة كلش طويلة، تقريبا اسبوع او اكثر، رجعت لكم بفيديو. اول شي بنات اعذروني عن ظروفي، اذا غبت انا عن القناة قولوا زهراء صار عندها ظروف، لان انا مستحيل اغيب عن القناة واقطع بيكم وما انزل لكم اذا ما كانت ظروفي اصعب مني. فالحمد لله وشكر على كل حال. طبعا انا ما قطعت بيكم هذيك القطعة، لا، نزلت لكم ستوريات بالقناة وقلت لكم ونزلت لكم صور، قلت لكم يابا هيك وهيك ظروفي. هنا مثل ما شفتوا بداية الفيديو قعدت تريقت اني وتريقت وياي اختي بطة، وسويت غدا بس لأبوي وخالي لأن كانوا البيت كله متريق، وإحنا طبعنا البيت إذا يتريق ما يتغدون، بس إذا هنا أبوي. وبلشت حملة بالمطبخ بنات، لأن أنا عرسي عن قريب ما ظل يعني أيام معدودة، وعرس بنت عمتي، فقلت ما دام ذني كم يوم ما عندي شي، جبت قاصر، جبت غسول هذا مزيل دهون العفو، جبت زاهي وقعدت نظفت البيت، يعني سويت له تنظيفة من هاي التمام. طلعت له ماعين وجلفتها قسم بالطارمة، وذن فقط بس ماعين الريوق، قلت خل اغسلهن من فوق وبعدين ابلش. بلشت هنا مثل ما جاي تشوفون، جلفت الماعين والمطبخ. بنوتات حبيباتي، تسألني شو وقت زواجك؟ قبل رمضان، يعني هواي هذا السؤال يتكرر علي، فقلت هم ذكرى لكم، إن شاء الله قبل رمضان زواجي، بس التاريخ لحد الآن ما محدد، يعني يا يوم أنا مش حدد التاريخ أقولكم. هنا نوم بديت أجلف كاونتر وكله جلفته، وقبل لا أجلفه كنت أنا منقعته بقاصر ملابس، لأن خواتي تعرفون أنا يعني عندي خوات أصغر مني، عمرهم 13 و12 سنة، يطبخون وما ينظفون وراهم صراحةً. هنا إحنا مطبخنا بعده ما مكمل، يعني مجرد إنه شادين كاونتر وهاي، بس بعد الحيطان يعني ما بسوايه، لا سيراميك لا صبغ لا أي شي، منتظرين على الصيف، لأن تعرفون الشتا باردة، مو مال إنه نشتغل هيجي وتعالوا طلعوا أغراضكم وغسلوا وسووا. فبلشت أجلف في الكاونتر ونقعت الطباخ والسنقي وكله، وطلعت الفاش مال المطبخ والأرضية غسلتها وجلفته من فوق جوا. ومواعين طبعا الكاونتر فارغ ما بيه مواعين، أنا كلها مطلعتها، كل مرة أشيل بيبان الكاونتر وأجلفهم راحتي بالطارمة، بس هالمرة مو مال هيجي يعني تنظيف عميق لأن الجو بارد، نظفت مثل ما يقولون هيجي من فوق وهاي، بس نظافة يعني زينة. هنا مثل ما جاي يشوفون كلش تأذيت بالماعين وبالكاونتر، يعني مو خذت وصلة من إيدي، وقاصر ومي حار وشي، يعني صراحة حيل أذوني يدياتي. المهم إن أنا قعدت الطباخ بنات، طبعا أنا كنت خالة الطباخ سليفون، وفجأة يعني تليفون خواتي مو طبخن الندوم وهيج بالليل، فيحترق من فوق يأثر على الطباخ من جوا، فشلت السليفون ونقعته. أول ما نقعته بقاصر والنب رجعت نقعته مزيل دهون، وحاولت يعني ايش قد ما أقدر إنه أنظفه عدل وأطلعه. الحمد لله شكر. قالت أمه تجيبيج أكو بنات تصير مادة مثل تايت هيجي، أمه تجيبها نقع بيها الطباخ يطلع جديد، فما حصلتها. قالت ما نجيب، رجعت غسلت الأرضية وجلفتها جلفة همينة بقاصر وزاها. هسه تقولين ليش ما لابسة نعال كرمون؟ ما أعرف ألبس، وثاني شي هذا يزلق، يعني لو كنت لابسة يوقعني مرة واثنين وثلاثة. وهنا طلعت فراش المطبخ الأول واحد هذا يكون جوا فوق قاعدنا، أمه تخليه يقول وياي يعني مساحق وهيج، فطلعتهم جلفتهم همينة جلفة زينة والجو بارد. بنات ما أسولف لكم على البرودة، كل مرة أمي تاخذهن للغسيل، بس هاي المرة يعني أمي ظروفها ويا بنت أختي للمستشفى وترجع للبيت، وأختي بطة شوية مريضة عندنا، وأنا اسم الله عليكم وكذلك هم مريضة، فمو مال إنه تاخذهن غسيل وهيج، وأخويا يشتغل من الصبح لليل ما يجي، يعني من ياخذهن إنه. فقلت له ما عادي يما هن كلش قطع صغار، أنا أغسلهن بالبيت، هسه مو كنا نغسل بالبيت. فمثل ما شفتوا نقعتهم وغسلتهم، مي بارد طبعا ماكو، مو مي حار، مي حار خلصته كله بداخل المطبخ على المواعين وعلى الكاونتر وعلى الطباخ، ونزلت المغسلة جلفتها جلف. المغسلة قامت تصيح لحقوني، راح أشرد، لو عندها رجلين كان طلعت من باب البيت وشردت، يعني لزمتها هيجي مال انتقام، مو غسل. نقعتها قاصر، نقعتها مزيل الدهون، ورغم هي ما بيها لا كل شي ما بيها، هيجي شي تراب عادي. وهنا همينة غسلت الطرمة، خليت بطاختي ترش المي وغسلت هي. ما عندنا ساحة كلش صغيرة، يعني من باب استقبال لباب الحمامات باب الصالة خانينا ساحة كلش صغيرة، تقريبا 4 أمتار هيجي. غسلتها همينة غسلة زينة مرتبة. ومن بعدها بلشت بنات بالعشا، سويت العشا مثل ما جاي تشوفون، طبخت العشا أني ونمت 2 تعبت
بنات والله يعني حتى ما سبحت قبل نمت من التعب، وقلت لهم ولا حد يقعدني أنا أقعد بوحدي. صارت نومتي تقريبًا الساعة 7 ب7:30 والعشا متأخر، قلت لهم وش وقت ما يستوي خلي خواتي يصبن. فهنا مثل ما جاي تشوفون طبختين من تشريب ماء دجاج، كملت الطباخ ذبيت اللحمة على النار وطلعت للطارمة. العفو ماء دجاج شنو تشرب لحم. فالمهم كملت الطارمة وجيت النوب أحمس وضفت كالعادة متعودين انتو على طبخي، نزلت لكم أكثر من مرة بالقناة الحبشكات اللي هو بصل وبوتيتا والطماطم وورق الغار، هذا كله يشيل الزفرة، والبوتيتا تثخن شوية من التشريبة يعني. وسبع بهارات عندي أنا، كل البهارات اللي عندي أضيفها، فلفل، كمون، هذا بصل مطحون، ثوم مطحون، بهارات صفرا، يعني كل البهارات اللي عندي عادي أضيفها على التشريب تعطي طعم أطيب، وحتى الفلفل الحار أضيفه يعني كلش طيبة ياكلون أهلي حار. فهنا أنا طبخت التشريب وكمليت بنات، ومثل ما قلت لكم نمت، يعني بقى العشا على خواتي قاعدات صابات ومتعشيات أنا ما أدري. فزيت من النوم تقريبًا من ال7 هيجي 9 9:30، بعد ناخذ شاور عميق لازم ما ترهاب. طلعت ملابسي وأخذت شاور كلش عميق، وأني من هالأيام يعني كلش مهتمة بنفسي، جاية أرطب، ولو كنت أشتري مرطب أخلي منه يوم وأغلس 3 أيام، وأخلي منه يوم وأغلس 4 أيام. المهم رطبت وهاي وجيت هنا أنا أسوي الأعشاب بنات، هاي الأعشاب مالتي كلش زينة للالتهابات، وإنه أنا جاية أعاني من التهابات اسم الله عليكم بدانكم قطن بعيد الشر عنكم. كنت تاركتها يعني خلصت كمية وتركت غلست، فأمي قالت لي ليش ظالة هيجي بالبر وهيج ظلت تحكي علي مو أنا جايبتلك أعشاب على من يعني أجيبلك من خالتك وهيجي. فسويت الأعشاب مالتي يعني مثل ما جاي تشوفون إنه أنا أنقعها بماي حار وأغطيها، وإنه أصفيها يصير لونها شلون الجاي، وإذا تخففون يصير لا أفتح من الجاي. وهنا أنا أكيد فيتامين الشتاء لأن قعدت جوعانة وما بيا آكل تشريب، فأكلت ناننقي على قولتهم من الخالة يسميني كنقني. المهم هنا أنا طفيت الضوء قعدت أقرأ بالأوتباد لحد 12 نمت. قعدت الصبح خذت بطختي قلت لكم مريضة ندعو لها بنات، خذتها للمدرسة كملت لها امتحانها، يعني آخر امتحان عندها اللي هو اليوم. أنا راح أنزلكم هسه الفيديو تقريبا ب7 بالليل، الله يعلم ايش وقت ينزل لكم، احتمال ينزل لكم ب3 ب4 وانتو تعلقون وعبالكم أنا قاعدة. لا بنات أنا هسه راح أنشر الفيديو ساعة ب7 و9 دقايق، راح أنزله لكم وكمله مونتاج وأنزله، الله يعلم ايش وقت ينشر، احتمال باكر الصبح. هنا رجعنا من المدرسة مال إيمان أختي اللي هي بطة للشريعة. هاي أنا مبطلة نمشي بالشارع يعني قلت لها تعالي هيجي لقطة لليوتيوب ما ترهم ما أصور لكم. فرجعنا وين؟ رجعنا للشريعة بنات، كلكم تعرفون نزلت لكم فيديو عنها، شريعة الإمام العباس أبو فاضل عليه السلام، تنطب المراد، فأمي قالت أخذيها زوريها وياك وأنت مزوري يمه. ورجعوا، رجعت من المستشفى عندي تحليل زرع صار لي 3 أيام تاركته بالمستشفى، طبعا ما نزلت لكم فيديو، أنا مكملة كل شي أوراق وتحاليل، بس هذا الزرع قالوا لي 3 أيام وترجعين. وهنا انطونا إبرة اختبار ورحت أختبر الإبرة كانوا يقولوا لي لأ مو هنا ترجعين على الاستشارية أكو ضمان. كذلك همينة رجعت على الاستشارية وسويت اختبار وشديت علاجي ورجعت للبيت. بنات طبعا الوريد مالتي جاي يضرب على حساب يعني البنية حكت مو أني شاهد الله، البنية قالت لي اللي خلت لي كانونة قالت حبيبتي انتي الوريد عندك جاي يضرب لأن تشدين كلش هواي كانونات فتصير عادي، لأن توقعوا إنه شدت لي وحدة وأذتني بيها كلش يعني، وما أخذت علاج ورجعت مرة ثانية شدت لي وحدة ثانية، يعني صار كانونتين بيدي. فقالت يا هي تبقى وياي تضرب أفلها إلك. فالحمد لله والشكر رمت على إيدي وحدة وخذت علاجي واختبرت. وهنا مثل ما جاي تشوفون قلت لكم ضربت عندي الكانونة والبنية يعني شالتها لي وشدت لي وحدة بالجهة الثانية، والله يطير يعني خوش بنوتة قلت أصور هيجي لقطات اليوتيوب قالت عادي. رجعت سويت ريوق، ما رجعت المستشفى نمت لا، سويت ريوق لأهلي وأنا همينة أكلت لي وياهم لقمة، غسلت مواعيني مال الريوق ما خليتهن يعني ما بقيتهن رأستن غسلتهن. هسه يقولون الكانونة وين؟ كانونة فلتت، جاي أغسل من رجعت جاي أغسل بالطماطة وهيج ودي أسوي ريوق فتت من إيدي لأن الضب مالتها ما كان زين يعني وحدها بنات كلها هذا صار عبارة عن ماي فلت. هنا أنا مشتهية طرش أحمر ردت أسوي كمية هواي، قال لي أبويا لا مو هسه قبل رمضان أو قبل لا تتزوجين أجيب لك مواد كاملة وسوي لنا
كالعادة سطلة شهر رمضان كله تكفينا. فقلت له أنا ما أقاوم، أنا كلش أحب الطرشي الأحمر يعني، وصراحة زوجة عمي مسوية فأنا كل ما أريد أراسلها دزي لي. قالت تعاي خذي، أريد طرشي تعاي خذي، فمو دوم دوم تعاي انطيني انطيني. فقلت أنا عندي المواد يعني شنو اللي مخليني ما أقوم أسوي. سويت سطلة بس لي الحكي بيناتنا ناس يقولون أنانية زهرة. مشكلتهم. قلت لهم خلي أسوي كمية، قالوا لا ما نريد هسه نريد قبل رمضان لا تسوين، سوينا هيج الشوندر مقبلات ناكله. فسويت هذا عبالكم بالسيدي لا كذب. كلهم راح يشاركون وكلهم راح ياكلون. طبعا الطريقة أنا دوم أسويها سهلة بسيطة وتجنن، وأنا أحب الحموضة فكلش هواي كثرت حامض. هاي هنا أكلتين بيت خالي رحت عليهم لقيتهم شلون كبيت له كل هالحليب، ورجعت العصر شديت كانونة لين ذيك ضربت. أيوة أحب أقولكم شغلة ثانية، فيديو الروتينات بعد ماكو راح أقطع بالروتينات لين تعرفون زواجي قريب، مو مال إنه أتعب نفسي وأطبخ وهيجي. فراح يعني أترك سالفة الروتينات، أشتغل بالبيت مو ما أشتغل أو شي قليل، يعني مثلا غسلة المواعين فشي ويا أخواتي، رتب ملابسي هم يلا حضر نفسي، وعندنا عرس بنت عمتي راد ال4 أيام وياها، من ورا بنت عمتي النوب أني. المهم في روتينات يا قلبي بعد ما أنزل كل شوية يطلبون مني روتينات. الروتينات راح تبقى من هنا لورا زواجي. أوكي أنزلكم فيديو الملابس وتفاصيل زواجي إن شاء الله. المهم هنا أحب أقولكم وصلت نهاية الفيديو، وأتمنى الفيديو عجبكم، ومع السلامة وانتظرون الفيديوهات أحلى.